السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أميرة في المطبخ. النهاردة حابة أعمل لكم وصفة فراخ في الفرن في صينية. هنا طبعا الفراخ أنا غسلاها ومصفيها، نقعها بملح وليمون ونقعها نص ساعة. بعد كده هو بصفيها في المصفى وبسيبها تتصفى خالص. دلوقتي عندي هنا معجون طماطم، بصل، فلفل أخضر، توم، فلفل ملون أخضر وأورنج، وملح، بابريكا، وفلفل اسود، وبهار دجاج، ومكعبين ماجي، ورشه كمون، يعني معلقه كمون صغيره. وعندي هنا زيت زيتون ودبس الرمان. هبدا بالمكونات. هي الثوم والبصل، فلفل ملون، حط الفلفل الاسود كله، بهار الفراخ كلها، بابريكا، معلقه كمون صغيره، معلقتين ملح صغيرين، مكعبين من الماجي، معلقتين من معجون الطماطم. هنضربهم شويه بالكبه عشان نبدا نضيف الطماطم. دلوقتي ده الشكل بتاع الخضروات لما انضربت. دلوقتي هنضيف الطماطم. طبعا كميه الطماطم اللي انتوا حابين تحطوها وبتحبوها حطوا بزياده. نرجع نضرب تاني. دلوقتي هنحط 3 معالق من زيت الزيتون، ومن دبس الرمان، معلقتين من دبس الرمان. ولو ما فيش دبس رمان ممكن نستبدله بدبس عادي، واللي ما بيحبش ده وده ما يحطوش خالص. نرجع نضرب تاني المكونات. ودلوقتي اهو القوام والخليط بعد ما خلطناه كويس بالشكل ده اهو، ده قوامه. هنحط الفراخ دلوقتي في طبق كبير عشان اعرف اتملك في التقليب اهو كده بالشكل ده. هنضيف عليها الخليط بعد ما عملناه. هسيب جزء بس شويه، هقول لكم ليه دلوقتي هسيب الجزء ده. وهقلب الفراخ كلها. وبكده خلصنا تبلنا الفراخ. دلوقتي هنبدا نرصها في الصينيه اللي احنا هنعملها في الفرن. كده هنزله في الصينيه بالشكل ده. ودلوقتي اختياري، اللي عايز يحط بصل تاني يحط. انا حبيت احط بصل تاني جوانح لان احنا بنحب البصل فيها، فهحط بصل جوانح مع الخلطه دي بالشكل ده. بصله كبيره دي، لو انتوا حابين بصلتين مثلا، لو عندكم بصل صغير ممكن بصلتين صغيرين. ولو حابين تحطوا اي خضار تاني معاها برضو حطوه، بطاطس، جزر، اي خضار عندكم عايزين تحطوه حطوه بالشكل ده. انا بحب احط على فوق الوش كده البصل لما بيتحمر بيدي شكل حلو. ما بنحطش ميه لان الفراخ بتنزل ميتها وبتستوي الميه اللي هي بتنزلها، السوائل اللي بتنزلها منها. وبكده خلصنا تتبيله الفراخ عندنا. هنغطيها كويس جدا ونحطها على درجه حراره 250 في الفرن لمده ساعه، وبعد ما تستوي تجهز هوريها لكم. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما حطيت صينيه الفراخ في الفرن. عبال ما تستوي هنعمل الرز. عندي هنا طبقين رز بسمتي مغسول ومتصفي كويس، وكل طبق عليه طبقين من الشوربه. عندي فلفل حلو متقطع بالطريقه دي، وجزرتين مبشورين، وقرنين فلفل حار حسب الرغبه. وعندي هنا معلقتين بهار رز من الكبار، معلقه عصفر كبيره، معلقتين من الملح من الكبيره. عندي هنا معلقه فلفل اسود صغيره ومكعبين ماجي، وعندي قرفه وقرنفل. وعندي هنا 4 بصلات متقطعين بالطريقه دي جوانح، وتوم. دلوقتي عندي هنا الزيت، حطيت زيت، هنحط عليه البصل يتحمر.
ودلوقتي رجعنا لكم بعد ما البصله دبلت شويه معانا. هنحط عليها الجزر والفلفل الملون والفلفل الحار طبعا اختياري، وعود القرفه و6 حبات من القرنفل. نقلب. طبعا نفضل نقلب فيهم لحد ما يتبلوا شويه، بس يتبلوا معانا هرجع لكم تاني. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما الخضار كله دبل مع بعضه بالشكل ده. هبدا احط الماجي والفلفل الاسود، بهارات الرز، العصفر، الملح، وهنقلب كل الحاجات اللي حطيناها مع بعضيها بالشكل ده كده. اول ما تحسوا ان ريحه التوابل كده بدات تطلع تحطوا الشوربه بالشكل ده. طبعا لازم الماجي يدوب معانا. كده اهو المكونات كلها دخلت في بعضها. دلوقتي هنحط كميه الشوربه، نسيبها لحد ما تغلي وارجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد ما غليت الشوربه مع المكونات اللي حطيناها من قبل بالشكل ده. هنسكب الرز عليها بالشكل ده. هقلبه تقلبتين كده، واول ما يغلي هوطي عليه على الهادي خالص لحد ما يستوي. لما يستوي برجع لكم. وكده رجعت لكم بعد ما خلصت صينيه الفراخ. الصوص طبعا دوت يا جماعه كله دوت من الفراخ نازل، انا ما حطيتش عليها ولا نقطه ميه، كل الصوص ده بتاع فراخ. اهي استوت بالشكل ده، والرز كمان اهو استوى معانا بالشكل دوت. ونبدا نسكب في الاطباق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، يعني الاكل شكله شهي يفتح النفس. هنسكب كده بالطريقه دي معانا. شايفين الرز ازاي مفلفل معايا والحبه بحبتها، لان عيارات الرز مظبوطه. كل طبق رز عليه طبقين من الشوربه. كده بنزين بشويه بقدونس وليمون وزبيب. كده طلع عندنا بالشكل ده الفراخ اهو. عايزه اقول لكم ان الفراخ دايبه ومهريه من كتر الاستواء بتاعها. عايز صوص يحط صوص. وكده الشكل بتاعنا اكتمل. وطبعا هنقدم جنبيه سلطه بالشكل دوت. واتمنى ينال اعجابكم ورضاكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وشكرا لكم.